ليس ما يشهده لبنان من أحوال جوية أمر غريب في مثل هذه الأيام من السنة، لكن الأذهان سرعان ما تستذكر مشاهد مريرة المغامرات فيها لا تنتهي. عواصف رعدية، رياح شديدة السرعة، أمطار غزيرة، ثلوج على ارتفاع متدن في الذروة، وبرد قارس. هذا باختصار ما تحمله العاصفة إلى اللبنانيين الذين باتوا يرتابون حتى من خير السماء بعد نكسة فيضان الأنفاق هنا وانجراف التربة هناك وتجمع برك المياه على الطرقات أينما كان. رياح خلال ليلة الاثنين إلى صباح الثلاثة، رياح مرسومة باللون الأزرق، وهالخطوط المرسومة هي شدة الرياح. إذا بنشوف مع تقدم ساعات النهار بنلاحظ كيف هالخطوط عم بتزيد، عم بيصير عنا الرياح تدريجيا أقوى وأقوى، وبنوصل لمرحلة بتصير الرياح فيها حوالي 50 عقدة وما فوق. هي رياح شديدة، يعني عم نصير ضمن 90 كيلومتر بالساعة أو يمكن شوي أكثر، قريب ال 100 كيلومتر بالساعة. الأمطار رح تبلش معنا إجمالا بعد منتصف الليل، بتشتد غزارتها خلال يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء رح يكون نهار عاصف ممطر مع عواصف رعدية. رح يرافقوا كمان تدني بدرجات الحرارة. تدني الدرجات رح يبلش من يوم الثلاثاء ويستمر أيام الأربعاء الخميس حتى صباح الجمعة. مع هالتدني بدرجات الحرارة رح نشهد ثلوج، وتدريجيا رح ينخفض مستوى تساقط الثلوج. خلال يوم الثلاثاء بنوصل مساء إلى حوالي 800 متر خلال مساء الثلاثاء. يوم الأربعاء كمان بنكون على حوالي 800 متر، ومع نهاية يوم الأربعاء بننزل إلى مستوى 600 متر تقريبا بالثلوج. يتوقع أنه تنحسر نسبيا ليل الخميس أو صباح الجمعة. كثيرة هي القرى الجبلية التي عزلتها الثلوج فتقطعت السبل بينها ليحل الزائر الأبيض ضيفا على المرتفعات والسفوح والطرقات. مصلحة الأرصاد الجوية كسائر الأجهزة المعنية تتأهب لموافاة المواطنين بكل المعلومات التي من شأنها تسهيل حركة سيرهم وكذلك بالتحذيرات اللازمة. فمنحذر كل رواد البحر من ارتفاع الموج يلي ممكن يزيد عن 5 أو 6 أمتار. الناس ممكن تتفاجأ ببرك مي على الطرقات، والناس يلي ببيوتها تحتاط سلفا تجهز حالها للبرد القادم، فيتجهزوا لأساليب تدفئة تكون مناسبة. إذا بننتقل أبعد ليوم الخميس والجمعة رح نكون صرنا بفترة باردة كتير، رح تصير الطرقات زلقة على مستويات منخفضة، يعني عم نحكي على حدود 800 متر، 700، 600 لليوم الأربعاء والخميس، ويمكن ما دون بالمناطق الشمالية. إشارة إلى أن غرف عمليات قوى الأمن الداخلي استنفرت في المناطق لتلقي اتصالات المواطنين على رقم الطوارئ 112 في حال تعرضهم لأي طارئ. هو لقاء عاصف يتحضر له لبنان واللبنانيون بأمطاره وثلوجه، على ما يحمله من خير في جعبته يبقى بشرة سارة لا يتحول علامة شؤم كما حصل في التجارب السابقة.